إذا أردت أن تكلم الله فصلي، وإذا أردت أن الله يكلمك فاقرأ كتابه. خصوصا في السجود يحدث شيء في القلب ما أقدر أوصفه إلا اللي يجربه. كيف أنا أمارس الصلاة ممارسة حقيقية وإني أتضرع لله سبحانه وتعالى وأكون قريب منه؟ شوف، أنا دائما أحاول أجيب أمثلة في حياتنا. طيب، عندك شخصين، واحد يتمتع بالأكل، واحد يأكل على مود يشبع. من تتكلم مع اللي يتمتع بالأكل شو يقول لك؟ يقول لك أنت ما تعرف إيش دا يفوتك، أنت بس اقعد كده اشرب هاي القهوة، طيب لا تأخذ من هذا المكان، أخذ من ذاك المكان، حط مع القهوة هذه الشوكولاتة، يحكي لك كأنه حب، صح؟ ذاك الثاني يقول له هي شوكولاتة وهي قهوة، المهم جاني الكافيين وراح وجع راسي وخلاص، صح؟ ليه؟ لأن الأول صرف وقت وتمتع وأحس باللذة، الثاني يحسه واجب. نفس الكلام، أنا لو أنظر إلى الصلاة ليس واجب، هو أول مفهوم لازم يتغير، أنا لماذا أصلي؟ صح؟ يعني أنت ابنك مثلا راح يجي يقول لك أنا ما أدرس، تقول له أنت ليش لازم تدرس؟ راح تقول له أدرس ولا راح تسقط، لكن لما تيجي تشرح له وتنطيه أمثلة وتقول له شوف هذا مثلا صار كده لأنه درس، أريد أكون مثله. فتيجي على الصلاة نفس الكلام، أنا ليش أصلي؟ إذا راح أقول واجب بالعربي نسويها أي كلام، إذا أنا راح أقول لا هي صلة مع الله وهي كلام مع ربي، أنت الآن تغيرت فكرتك، كلام مع ربي يعني أنا راح أوقف ربي ده يسمعني؟ نعم. إذا أردت أن تكلم الله فصلي، وإذا أردت أن الله يكلمك فاقرأ كتابه. افتهمت التفكير؟ هاي اثنين. طيب أنا أوكي راح صلات وقلنا الله أكبر وأنا هي الصلاة، بس أنا ما حسيت. ليه؟ رقم واحد، ماذا أنت خارج الصلاة؟ يعني أنت قبل ما تروح تصلي أنت إيش كنت تسوي؟ كيف أخشع في صلاتي؟ من أجمل الأجوبة كان واحد من شيوخي اللي درسني جزاه الله خير، كان عنده كلمة، أنت في داخل الصلاة ما أنت خارج الصلاة، ويتغير فقط الهيئة. أنت طول الوقت مشغول بالدنيا، أنت كل قراراتك المهمة راح تسويها في الصلاة، أنت مركز على الله، تدخل في الصلاة راح تركز أكثر. فنرجع مرة أخرى، هي صلة وهي كلام مع الله. طيب هذا جميل بس أنا ما أشعره، إذا أبدي أشتغل أشياء عملية. يعني أولا طول، يعني شنو طول في القراءة؟ ما أعرفها من القرآن، ممتاز، عيدها، عيد السورة، نعرف قل هو الله أحد ثلث القرآن، ظل عيدها واستشعر إيش يعني قل هو الله أحد. نروح في الركوع، طيب 3 مرات سبحان ربي العظيم، لا سويها 10. في السجود ما عندي شيء أدعي من الله، ما عندي، كله أعطاني إياه وأعطاني كده رسالة ستدخلين الفردوس الأعلى. في السجود هذه فرصتي، كل ما تطول خصوصا في السجود يحدث شيء في القلب ما أقدر أوصفه إلا اللي يجربه، لأنه هو أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، سبحان الله تحسها. فإذا نظل نسوي، طبعا يمكن ما تحسها أول ركعة يجوز، ما تحسها ثاني ركعة، بس إذا راح يكون هذا الغالب ما أقدر أقول كل مرة، بس أحط عندي من الأولويات. أنا وأنا أشتغل على صلاتي ما تجي بسهولة، أنت نفسك والشيطان والدنيا والملهيات، هذا كله لازم أشتغل عليه. بس مدى أقول لك إحنا مو أولوية، أقول لك الحمد لله صليت، إحنا كيف نقول الحمد لله يعني بالضبط كفيت الواجب، بس كفيت الواجب مع ربي. فهو كلها لازم يتغير، نظرة للأمور من تتغير أنا نفسي تمشي في الطريق بشكل مختلف.